الحمد لله هدت الأمور بشأن المنتخب الأولمبي، لكن ما اتحلتش المشكلة. رضي ميكالي بما يحتوي الموقف، لكن الراجل خد 2 لعيبة ما كانوش في حساباته. ميكالي ما كانش عايز لا زيزو ولا النني، كان عايز 3 لعيبة تانيين خالص. حصل حواليهم مشكلة، لا مش هيروحوا، كبرت. طب مش هودي اللعيبة اللي تحت السن تاني، نفس الموضوع، كبرت ورمت. فكان لازم ان بابا الوزير يدخل في الموضوع، زي ما دخل في موضوعات قبل كده كتيرة، كلها موضوعات اقول هايفة او سطحية او صغيرة، لكن معرفش ما بيتمش حلها الا لما يجي الوزير ويقعد مع الناس. ما صحش كده، طب نهدى، طب نمشي الموضوع كذا، وبتخلص الموضوع من حيث الشكل الخناقه، لكن المشكله ما بتتحلش. ولما بترجع لورا كتير بتلاقي أزمة حسام حسن مع محمد صلاح، الوزير يتدخل ويكلم صلاح في الموضوع ويهدى الموضوع، مفيش مشكلة. أزمة حسام والمنتخب، نقعد نشوف ايه الموضوع ونخلصه، تمشي الأمور وبتلاقي كتير من مشاكل الأندية بينها وبين بعض. اتحاد الكرة بيتفرج، يجي الوزير يخش في الموضوع عشان الماتش اتأجل وحصلت مشكلة. اتحاد الكرة لعيب الشيبي والماشي، يخش الوزير يتكلم في معقولة يا اخوانا؟ معقولة الوزير يتدخل في كل الأمور لدرجة انه اتحاد الكرة او المعنيين بالأمر بتبقى العلاقة بينهم غير كافية ان هم يلموا اي موضوع حتى لو كان صغير. دي الحاجة التانية، انه اذا كان المنتخب الاولمبي هيسافر ب2 لعيبة في غير حسابات المدير الفني، فاعتقد ان ده هيبقى مضر للمنتخب في البطولة، لانه حساباته الفنية في مراكز معينة ان ده وده هينفع، وبعدين تتغير الدنيا و2 لعيبة يلا مشي حالك. هي القصة كده مش صح. احنا قدام أزمة ممكن تكون الناس كلها شافت إن هي خلصت، هي خلصت شكلا، لكن كشفت إنه في حاجتين. ما ينفعش بابا الوزير يتدخل في كل حاجة، لأن كده بيبقى الناس اللي حواليه صغيرين، مش ممكن. دي حاجة. الحاجة التانية، كشفت كمان إن اتحاد الكورة في كل موقف بيثبت وبشجاعة إنه غير قادر، واللي مش قادر يتوكل على الله وربنا يوفقه في حاجة تانية ما تكونش لها أي علاقة